لكرة القدم خسر فريق السماوة أمام الكوفة ب3 أهداف لهدفين. فارس الوهامي معه المزيد. على أرضه وبين جماهيره نادي السماوة بكرة القدم يخسر أمام ضيفه نادي الكوفة ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى العراقي وعلى ملعب السماوة الأولمبي. شوط المباراة الأول شهد دقائقه الثلاثة الأولى تسجيل هدفين، الأول لنادي الكوفة عن طريق اللاعب علي جاسم، وهدف التعادل لأصحاب الأرض عن طريق اللاعب حسين محسن، وبعدها ضغط السماوة وحصل على ركلة جزاء نفذها اللاعب حسن محسن ليسجل الهدف الثاني. وفي الوقت الإضافي سجل الضيوف هدف ثاني عن طريق اللاعب علي جاسم لينتهي الشوط بالتعادل بهدفين لكل منهما. شوط المباراة الثاني شهد ضغط على مرمى السماوة من قبل نادي الكوفة، واستطاع الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض يسجلوا هدف ثالث لتنتهي المباراة بفوز الكوفة ب3 أهداف مقابل هدفين للسماوة. مباراتنا مع الكوفة للأسف خسرنا 3-2 بعد أن كنا متقدمين بالشوط الأول، تأخرنا صحيح بهدف، سجلنا هدفين لكن أخطاء بدائية طبعا بصراحة، كرات ثابتة، اللاعبين كانوا ما مركزين، النقص اللي عندنا أثر علينا هواية. احنا تعرف المرحلة الثانية اليوم بدايتها الحمد لله حصلنا 3 نقاط من أرض المنافس، الولد قدموا اللي اعطيناهم واجبات قدموها والحمد لله وشكرنا. طبعا مبروك للإدارة، مبروك لجماهير نادي الكوفة، وإن شاء الله نحو الأفضل. بداية جيدة إن شاء الله والقادم أفضل، لاعبين قدموا ما عليهم والإدارة كانت في مساندتهم بكل الأحوال سواء كانوا يخسرون أو يفوزون. السماوة أهدر 3 نقاط مهمة له في بداية المرحلة الثانية، بينما الكوفة ارتفع رصيده إلى 10 نقاط. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى.